طلبة تالتة ثانوي، طبعا ده معامل ارتباط لبيرسون. لو هنحل المسألة اللي قدامك دي مقالي هي محلولة، فكنا بنجيب س تربيع ونجيب ص تربيع ونجيب س صاد ونعوض في القانون الكبير ده ونطلع ناتج المسألة. طيب المسألة ما أصبحتش مقالي، أصبحت اختر. خلاص يبقى خلاص هستعمل آلة الحاسبة، مش هعمل كل الهلمة دي. هاجي على الحاسبة دي وأضغط على مود 3 2، وفي الآلة السمراء اللي هي 95500 مود 2 2، وبكتب المسألة بتاعتي زي ما اتعلمنا بالترتيب. 9 يساوي 9 يساوي، وبعد كده 6 يساوي، وبعد كده وهكذا لعند ما اخلص، وبعدين انتقل على العمود الثاني اعمل نفس الكلام. انا كتبتها معاك عشان مش هضيع او اطول الفيديو. بعد ما كتبتها العمود الاول س اللي هي الاكس والسين والصاد، هضغط على الاي سي. بس خزنتها خزنتها. تعال نستدعيها بقى. هنضغط على شيفت وبعدين 1 وبعدين 5. الار دي معامل الارتباط رقم 3، اضغط على رقم 3 وقول لها يساوي. طلعت كام؟ شايف الناتج ده اهو سالب 98 او 96%. شوف الحل بتاع المساله اهو نفس الكلام بالظبط اهو، نفس ده هو ده. طب وليه اضيع وقت؟ ده هي على درجه واحده بس. اشوفكم في فيديو اخر يا سنه ثالثه، ما نعملش الهلمه دي.